طبعا احنا بقالنا في المهنه ديت من سنه 76، يعني بقالنا فتره طويله قوي. فطبعا شهر كريم، شهر رمضان، كلنا طبعا بنحتفل بالشهر دوت. والكنافه والقطايف احنا هنا الحمد لله حاجه جميله جدا، وكل الناس بتيجي بتاخد من عندنا، لان الحاجه عندنا هنا جميله، وحاجه الخامه بتاعتها ممتازه، والجوده بتاعتها ممتازه. طبعا في حاجه اسمها الكنافه البلدي، والكنافه اللي هي الآلي. طبعا دي بتختلف عن دي شويه طبعا، بس هو طبعا الناس كانت يعني الكنافه اللي هي البلدي بتبقى ليها طعم تاني خالص، وليها طريقه تانيه خالص في العمل. اما بالنسبه للكنافه اللي هي الآلي، بتبقى طبعا الكنافه ديت برضو عليها اقبال، لان المنتج جودته عاليه جدا. وبالنسبه دخلنا طبعا عندنا المعجنات موجوده، زي الجلاش والمنتجات التانية برضو متوفرة عندنا وجميلة جدا، وحاجة الناس كلها بتبقى فرحانة في الشهر دوت. احنا من سنة 76 في الموضوع ده. كنا شغالين بلدي الأول، دلوقتي آلي، المكنة آلي. كانت أول مكنة تنزل في مصر. وشغالين دلوقتي بنشتغل في القطايف، في الكنافة، في الجلاش، في السمبوسة، في الكريب، في العيش السوري، كل أنواع العجائن يعتبر. كان زمان كنا بنعمل الأول الجلاش على قماش، كان الجلاش آلي قبل المكنة. وفي عندنا كنافة ملونة اسمها كنافة نابلسية، كنا احنا أول حد في مصر يعملها. وعندنا كنافة لونها صفراء، وعندنا كنافة شوكولاتة، ويعتبر برضه في متناول الزبون. طبعا الكنافة والقطايف بتاعت زمان وبتاعت دلوقتي. بتاعت زمان كانت الكنافة اللي هي البلدي، اللي هي الكنافة البلدي اللي بتبقى سميكة شوية. الناس كانت متعودة عليها. طبعا دخلنا احنا الكنافة الآلي بعد كده، دخلت في التصنيع وفي الشغل، فبقى برضو عليها إقبال، لأن احنا بنطلعها بجودة برضو حلوة وعالية. بس الناس كانت بتتقبل في الفترة الأولانية الكنافة البلدي، لأن الكنافة البلدي دي شيء يدوي معمول، والناس كلها من زمان عارفة الطريقة بتاعتها، وبتختلف عن الطريقه الآلي. اما بالنسبه للطريقه الآلي طبعا بتبقى حلوه وجميله ومنتج حلو، فالناس حبتها، ففي اقبال عليها شديد. طبعا بجانب القطايف ده رقم واحد يعتبر، لان دوت في شهر رمضان طبعا المنتج بتاعه احنا بنحاول نكثف اللي احنا نزود الانتاج بتاعه، لان بيبقى في عليه اقبال شديد من الناس. الكنافة البلدي هي ميه ودقيق بس. بس بيبقى ليها طعم تاني لما بتنزل على الصينيه النحاس، يعني هي النحاس بيخلي الكنافه طعم تاني، ما ينفعش الميه والدقيق ينزلوا في القدوس بتاع الكنافه الآلي. الكنافه الآلي بتتعجن بميه ودقيق وملح بس. دي حاجه ودي حاجه، دي بيبقى ليها عرق، العرق بتاعها بيبقى شديد شويه اللي هي الآلي، انما البلدي دي لازم العرق بتاعها يبقى خفيف. الكنافه البلدي دي اللي هي بكوز الرش، دي بتتعمل بالسمنه البلدي، الشعر بالسمنه البلدي، وبتحط عليها شويه سكر لما تطلع. وعندي كنافه آلي، الكنافه الآلي دي اللي بتتعمل صواني، اللي بتبقى عند الحلواني عامه. دي الناس بتحب دي، وفي ناس بتحب دي. اللي هي البلدي دي برضو الناس الكبيره اللي هي بتاعت زمان متعوده عليها. الكنافه الآلي دي اللي هي دايما الناس الزبون بياخدها، بتعمل صواني او حشو مثلا القطايف، او حشو مثلا صوابع، تتلف صوابع، الكلام ده. طبعا الفرق بين الايام العاديه ورمضان فرق كبير. بيبقى شهر رمضان ده بيبقى فيه اقبال شديد على الكنافه والقطايف، وبيبقى الناس كلها فرحانه وجايه بفرحه وجايه بزهوه. فطبعا في اقبال شديد على القطايف وعلى الكنافه، لان ده بيبقى شهر كريم على الناس كلها. فطبعا في اختلاف بين الايام العاديه. الايام العاديه بتبقى في برضه شغل وفي اقبال، بس طبعا شهر رمضان بيبقى الاقبال من الناس شديد، وبيبقى يعني الناس بتبقى جايه بفرحه، جايه بزهوه،
جايه تاخد المنتج ده وهي فرحانه. احنا في رمضان طبعا يعني كل سنه وانتم طيبين بيبقى عندنا ضغط شغل بزياده، وبقول لك بتاع الكنافه والجلاش بتلاقي عندهم في رمضان زحمه جدا. فاحنا برضو نفس الكلام يعني في رمضان، بس الايام العاديه برضو انا ليا زبوني، الزبون برضو اللي بياخد مني حلواني، اللي بياخد مني قطاعي، كل ده موجود عندي. طبعا شهر رمضان اليوم بيختلف عن الايام العاديه لان بيبقى فيه اقبال، وبالنسبه للشغل عندنا هنا بيبقى يعني بنحاول ان احنا بنبقى فاتحين 24 ساعه، ما بنقعدش فيه لان في اقبال شديد علينا غير الايام العاديه. وبتبقى الناس بتحب طبعا اكتر حاجه بتبقى اقبال عليها بالذات القطايف، لان القطايف دي بيبقى ليها موسم، القطايف بيبقى فيه اقبال شديد عليها والناس بتبقى ايه كل يوم بتشتري المنتج دوت. فلان بيبقى كل يوم بيبقى المنتج ده صابح وبيبقى جميل والناس بتحب الحاجه الصابحه والحاجه الجميله. طبعا الايام العاديه بيبقى فيه برضه شغل وكده، بس ما بيبقاش زي شغل رمضان، زهوه رمضان ودخله رمضان على المكان بتبقى جميله والناس كلها بتبقى جايه فرحانه، والمنتج بتاعها يعني بتحب الشيء دوت تعمله دايما، وكل يوم بتيجي تاخد مننا الناس بصراحه يعني، لان بنعمل كل يوم صابح، الحاجه صابحه عندنا والمنتج عندنا جودته عاليه، فالناس بتبقى فيه اقبال عليه شديد في رمضان بالذات يعني. طبعا في الايام العاديه برضو في اقبال وكل حاجه، بس طبعا كل سنه طيبين. طبعا الشهر ده بيبقى شهر كريم على الكل، والناس بتبقى يعني بتحب، بتبقى مشتهيه الحاجه ديت، وبتبقى في اقبال عليه شديد، فبيبقى الاقبال كمان على القطايف اكتر من الكنافه. والكنافه طبعا الناس يعني الناس بتحب ان هي، في ناس بتحب تعمل الكنافه البلدي، في ناس بتحب تعمل الكنافه اللي هي الآلي. طبعا الاثنين جوده عاليه، ودي بتبقى جميله ودي بتبقى جميله على حسب يعني الزبون لما بيجي ياخد الحاجه. عندنا الحاجه الحمد لله 24 ساعه شغالين في المكان. الناس بيبقى طبعا العمال عندنا بنحاول ان احنا بنغير الشيفت، بيستلم من الشيفت بحيث ان احنا نقدر نوفر المنتج للناس، وتيجي الناس ما تبقاش فيه الزحمه والضغط، لان ساعات بتيجي علينا يعني في اول اسبوع او اول 10 ايام في رمضان بيبقى علينا ضغط شديد جدا، يعني الناس بيبقى فيه اقبال شديد على الكنافه والقطايف بالذات، لان كل سنه وانتم طيبين ده الشيء الوحيد اللي بيبقى ليه زهوه في كل بيت. احنا في رمضان شغلنا بيبدا من الفجر، بنجهز قطايف، بنجهز كل الجلاش والسمبوسه، الرق الطري بتاعنا، كنافه الآلي والكنافه البلدي، عشان الزبون لما يجي لي الصبح الناس اللي بتروح السوق يعدوا عليا يلاقوا كل حاجه موجوده جاهزه وطازه 24 ساعه. بعد الفطار بيبقى الزبون برضو ايه اللي هو بياخد لتاني يوم بقى، يعني انا كل حاجه عندي برضو ايه الزبون بياخدها، ممكن يستخدمها دلوقتي عادي، ممكن يستخدمها بكره برضو عادي. انا عندي منتجاتي برضو بتقعد ايه 6 شهور في الفريزر، كنافه جلاش رقاق طري سمبوسه، الكلام ده كله بيقعد 6 شهور في الفريزر.